حييتم مشاهدينا الكرام، وإليكم أبرز عناوين نشرة الثامنة من الموريتانية. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة تفقد واطلاع لمزرعة التحسين الوراثي لسلالات الأبقار في منطقة إيديني بولاية ترارزا. خلال توقفه في واد الناقة، رئيس الجمهورية يطلع على وضعية مدرسة حي الفتح ويصدر تعليماته بالشروع الفوري في بناء مدرسة عصرية، ويتعهد بحل مشاكل السكان. قطاع الزراعة يعلن عن إنشاء عدد من المشاريع الهامة في مجال التنمية الزراعية بولاية غورغول ومنطقة شمامة بشكل عام. نبدأ نشرتنا بنشاطات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، حيث أدى سيادته صباح اليوم زيارة تفقد واطلاع لمدرسة تحسين الوراثي لسلالات الأبقار في منطقة إيديني بولاية ترارزا. واطلع رئيس الجمهورية على مختلف مكونات هذه المزرعة وما أنجزته حتى الآن من التحسين الوراثي وكمية الأبقار التي تجاوزت في 3 سنوات 1800 بقرة. في حدود ساعة 10 من صباح اليوم وصل رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إلى مزرعة تحسين الوراثي لسلالات الأبقار قرب إيديني. وعند مدخل المزرعة استقبل رئيس الجمهورية من طرف وزيرة البيطرة والسلطات الإدارية والمنتخبين المحليين وعدد من المسؤولين في وزارة البيطرة. وقد مكنت زيارة الاطلاع رئيس الجمهورية من الوقوف على مختلف مكونات المزرعة، حيث استمع في البداية إلى شروح فنية لخصت الإنجازات في مجال عصرنة قطاع الثروة الحيوانية بشكل عام وأهداف هذه المزرعة بشكل خاص. مزرعة تحسين السلالات أنشئت في سبتمبر من العام 2011 وتمكنت حتى الآن من إنتاج 490 منتجا بنسبة نجاح وصلت إلى 34%. وترمي هذه المنشأة إضافة إلى أخريات بالحوضين والعصابة والبراكنة وغورغول إلى مواكبة السياسة الوطنية في تموين وحدات لصناعة الألبان. وخلال السنوات ال3 الماضية تمكنت المزرعة من تلقيح 1800 بقرة سيتضاعف إنتاجها من 2 لترين من الحليب إلى 14 لترا. وأعطى رئيس الجمهورية تعليماته للقائمين على هذه المزرعة بالعمل على توسيع هذه التجربة والسعي بشكل جاد إلى عصرنة قطاع الثروة الحيوانية والاستفادة بشكل أكبر من مشتقات هذه الثروة وعدم اتباع الأساليب التقليدية في الإنتاج التي حدت من مردودية القطاع. وفي طريق العودة هدى رئيس الجمهورية زيارة مماثلة لمشروع مركز التقنيات البيطرية الذي يجري إنجازه في إطار الشراكة بين بلادنا وجمهورية الصين. ومن شأن هذا المرفق العلمي التكوين على الأساليب العصرية في مجال التنمية الحيوانية وتجريب العديد من أصناف الكلأ لتغذية المواشي وتهيئة أراضي خاصة لزراعة علف الحيوان، هذا فضلا عن توفير التجهيزات للأنشطة الأخرى ذات الصلة بالتنمية الحيوانية. ويقع المشروع على مساحة 1100 هكتار موزعة بين بنايات إدارية وقاعات للدراسة ومختبرات وحظاير للحيوانات ومساحات زراعية. وتهدف مزرعة إيديني لعصرنة قطاع الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج من الألبان واللحوم. وتمتد هذه المزرعة على مساحة قدرها 4 هكتارات ونصف الهكتار، وتضم حظيرتين طاقة كل واحدة منهما 100 بقرة. أنشئت مزرعة تحسين الوراثي لسلالات الأبقار في منطقة إيديني سنة 2011 وتضم حظيرتين بطاقة 100 بقرة للواحدة وجناحا للحجز الصحي وحظيرتين للعجول. وتعتمد المزرعة على بيرين ارتوازيتين طاقتهما 30 متر مكعبا يوميا يعملان بطاقة شمسية. وخلال السنوات ال3 الماضية تمكن الطاقم الصحي بهذه المنشأة من تلقيح 1800 بقرة، الشيء الذي سيمكن من مضاعفة إنتاجها بشكل ملحوظ، كما تمكنت من إنتاج 490 منتجا. ويأتي إنشاء هذه المزرعة ومثيلاتها في كاكوسة بالعصابة ومحمودة بالحوض الشرقي ومال بالبراكنة وغونغول بالحوض الغربي
ومقام في غرغل. يأتي كل ذلك في إطار سعي السلطات العمومية الوطنية إلى عصرنة التنمية الحيوانية والاستفادة من منتوجها بأساليب عصرية للإسهام في تحسين مداخل المنمين وتوفير مليارات العملة الصعبة التي تنفق على استيراد الألبان من الخارج بعد إنشاء مصانع محلية قادرة على المنافسة. نجاح هذه التجربة جعل القائمين عليها يتوقعون مستقبلا واعدا، خصوصا في ظل إقبال المنمين والسعي إلى الاستفادة منها. هذه المزرعة اللي بدأت 2011 واللي فاتت لقحت 1800 بقرة، واللي فات وخرت 490 من المنتجات المحسنة وراثيا، واللي جبرت فيها نتائج إيجابية تتعلق بالإنتاج الحليب، تتعلق بالوزن، تتعلق حتى لا بريكوسيتي لجينيس اللي هنا اياها ولدوا على 26 شهر 27 شهر مقارنة ب 48 شهر في السنة المحلية. إذن هاي نتائج إيجابية ونتائج كبيرة جبرت هنا اياها في المزرعة، كمان جبرت في المزارع الأخرى. هذا المنتجات صفاتها الوراثية ما يكفي الصفات الوراثية اللي بقارنا احنا به اللي كي قلت لك، حتى من حيث الوزن عند الولادة هون يخلقوا تقريبا على 28 كيل مقارنة ب 14 كيلو في السلالة المحلية. على جدعاتهم اللي هون يعشروا على 16 شهر مقارنة ب 38 إلى 48 شهر في السلالة المحلية. إذن من حيث البارامتر كاملين فهم فوارق. وتحظى الأبقار في مزارع تحسين السلالات بعناية خاصة تتمثل في تقديم الأعلاف الضرورية لزيادة المنتوج وتقديم اللقاحات الضرورية ورقابة مستوى النمو. طبعا يتلقى رعاية خاصة من طرف المنمي عن طريق التغذية. أولا هي أساس كل شيء، لما تنتج 10 لترات ما نعطات لها تغذية مناسبة وذاك أساسي. ثانيا من ناحية الظروف الصحية بالنسبة للنطف اللي تجينا اللي هي السماص اللي جونا من الخارج طبعا خالية من الأمراض، وإن شاء الله فم متابعة عبر التحصين وعبر ضد الأمراض الأوبئة المعروفة عندنا نحن هون منتشرة. هذه المزارع النموذجية تعتبر خطوة على طريق عصرنة أساليب التنمية الحيوانية وخلق الظروف الملائمة لثروتنا الحيوانية حتى لا تبقى تحت رحمة التقلبات المناخية ومستوى التساقطات المطرية. وفي طريق عودته إلى نواكشوط أجرى رئيس الجمهورية السيد محمد والعبد العزيز توقفا بمدينة وادي الناقة، حيث كان محل استقبال شعبي حار من المواطنين وخاصة سكان حي الفتح. وحرص رئيس الجمهورية على النزول من السيارة والسير مسافة طويلة مشيا على الأقدام للاستماع إلى مطالب السكان، كما تفقد الوضعية الصعبة لمدرسة الحي وأعطى تعليماته بالشروع اعتبارا من اليوم في إنجاز مدرسة متكاملة وفقا للمعايير المطلوبة. تكريسا لمبدأ القرب من المواطن والاستماع إلى مشاكله وهمومه، حرص رئيس الجمهورية السيد محمد والعبد العزيز على الاطلاع شخصيا على أحوال سكان في مدينة وادي الناقة وفي حي الفتح الواقع في الناحية الجنوبية من هذه المدينة على وجه الخصوص. رئيس الجمهورية اختار أن يشق مشيا على الأقدام ولمسافة طويلة صفوف المواطنين الذين جاءوا للتعبير لسيادته عن امتنانهم لما تحقق في البلاد وتقديرهم للاستجابة الفورية لرئيس الجمهورية للتعرف على مشاكلهم دون وسيط من خلال محاورتهم المباشرة حول أوضاعهم ومطالبهم الرئيسية. وتفقد السيد الرئيس الوضعية الصعبة لمدرسة ابتدائية واطلع على ظروف التدريس في أقسامها المكتظة بالتلاميذ. وقد أعطى رئيس الجمهورية تعليمات مباشرة للجهات المعنية بالشروع الفوري اعتبارا من اليوم في إنجاز مدرسة متكاملة وفق المعايير والمواصفات المطلوبة لأبناء هذا الحي. كما تعهد رئيس الجمهورية بحل جميع المشاكل التي طرحها السكان، خاصة مشكلة الكهرباء التي يعاني منها حي الفتح بمدينة وادي الناقة. وقد عبر السكان عن امتنانهم لرئيس الجمهورية وحرصه شخصيا على معاينة ظروفهم والقيام بزيارة لهذا الحي الفقير هي الأولى من نوعها في خطوة جسدت رؤية جديدة تتمثل في تعانق القمة مع القاعدة والتأكيد أن الدولة ممثلة في أعلى هرم في السلطة أصبحت في خدمة المواطن وليس العكس كما كان معروفا خلال الأنظمة السابقة.
نتابع فيما يلي صورا تظهر الوضعية الراهنة لمدرسة حي الفتح بوادي الناقة وحجم الاكتظاظ داخل الأقسام. هذا ونلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أننا سنشرع اعتبارا من الأسبوع المقبل في إعداد تقارير إخبارية حول وضعية مدرسة الفتح بوادي الناقة وواقع البنى التحتية لقطاع التعليم بشكل عام، وذلك في إطار مواكبتنا لإعلان سنة 2015 سنة للتعليم. أكد وزير الزراعة أن ولاية غورغول ستشهد انطلاق عدد من المشاريع الهامة في مجال التنمية الزراعية. وقال الوزير خلال لقاءاته مع المزارعين في مدينة كيهيدي، قال إن المشكلات المطروحة لمزارعي منطقة شمامة سيتم حلها في إطار مشروع كبير يموله البنك الدولي يشمل جوانب العملية الإنتاجية مع تعميم وتوسيع شبكة الكهرباء في المناطق المروية وحماية المزارعين. في إطار زيارته لولاية غورغول للوقوف على نشاطات قطاعه تراس السيد إبراهيم المبارك وحمد المختار وزير الزراعة اجتماعا حضرته السلطات الإدارية والبلدية وتنظيمات المجتمع المدني بولاية غورغول. وأكد السيد الوزير أن المشاكل المطروحة للمزارعين في هذه الولاية سيتم حلها في إطار مشروع كبير يموله البنك الدولي. شمامة دائما عندهم مشكلة المياه لفاك يسون هذا دي غورغول ديكري دي غورغول، وهذا مشروع البجير اللي مولته البنك الدولي لا يعدد دراسة كانوا حل ذيك الإشكالية بصفة نهائية. طالبين أيضا من شركة صملك أنها قاعد كهربت الضفة كاملة ما توفى إلا عند مدينة بقية وحدها غير تحاول مزارع كاملة اللي تقدر تكهرب تبرمج كهربتهم في المستقبل. وفيه التأمين الزراعي اللي راجعين دراسته توفى بداية السنة، الشهر الأولين من السنة عندهم تأمين لا يمكن من ضمان المزارعين في حال تخسر لهم خسارة والله شذاك نفط. ظاهر لأن تحقيق من الغذائي بيدينا إلين نعود له نعد الحملات اللي يلا في وقتهم اللي يلا حسب المسطرة الفنية اللي يلا، وهذا معولين لكم. المتداخلون في الاجتماع طرحوا جملة من التساؤلات تتعلق بالإرشاد والتكوين والتأطير. وكان وزير الزراعة قد تفقد قبل ذلك مزرعة بئر البركة ومحطة البحث التابعة للمركز الوطني للبحوث الزراعية في إطار تجربة نبتة الكينوا. هنا تلقى السيد الوزير صحبة والي ولاية غورغول شروحا مفصلة حول هذه التجربة وكذا التجارب الأخرى التي يقوم بها مركز البحوث الزراعية الذي يتخذ من كيهيدي عاصمة ولاية غورغول مقرا له. وشح وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد إسماعيل ولي الصادق وشح زوال اليوم باسم رئيس الجمهورية عددا من أطر وعمال القطاع بوسام شرف في نظام الاستحقاق الوطني سليمان والبنا مختار، بوسام شرف من الدرجة الأولى لمان والحميدة والشيخ دعدع والبابا، بوسام شرف من الدرجة الثانية خديجة بنت إسماعيل سيسي أحمد سالم والبخاري، وبوسام شرف من الدرجة الثالثة عبدي والعمار وعائشة بنت محمد عبد الله.
كما وشح وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد سالم ولي البشير باسم رئيس الجمهورية صباح اليوم مجموعة من موظفي وعمال قطاعه بميدالية شرف من الدرجة الأولى السادة طاهر رابي الشيخ محمد فاضل المدير المساعد للمكتب الوطني للصرف الصحي، الذهبي والسيدي علي رئيس مكتب التدقيق المحاسبي بالشركة الوطنية للمياه، شيخاني محمد علي مامي رئيس مصلحة الإشغال الجديدة بميدالية شرف من الدرجة الثانية السادة وداد عبد داد الكاتب الخاص للوزير، ببولاي لامينا كاميرا رئيس فريق المياه، أبو بيدي سانغوت وكيل إدارة. كما وشح وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنية الإعلام والاتصال السيد محمد لمين وللمهم زوال اليوم وشح باسم رئيس الجمهورية بعض المسؤولين في قطاعه بوسام فارس من نظام الاستحقاق الوطني كل من السيدين زيدان والمولاي الزين منسق مشروع دعم قدرات الفاعلين في مجال التمويلات الصغيرة، محمد محمود والمحمد مولود مدير مركز التكوين المهني بالعيون، بوسام الامتنان الوطني سيد حمادي والمحفوظ والبكاي مدير ترقية التمويلات الصغيرة والدمج المهني. وتدخل هذه التوشيحات في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى 54 لعيد الاستقلال الوطني. أعلن المدير العام لوكالة التضامن أن هيئته قررت دعم التعاونيات الناشطة في مجال زراعة الخضروات وأعبأت لذلك الوسائل اللازمة. جاء ذلك خلال زيارة أداها لمزرعة نموذجية في قرية دار العافية بولاية البراكنة. مزرعة تعاونية قرية جرل التابعة لبلدية دار العافية بولاية البراكنة كانت المحطة الأخيرة من زيارة المدير العام للوكالة الوطنية التضامن الأستاذ حمدي والمحجوب التي أداها مؤخرا لبعض القرى بهذه الولاية. وقد تفقد المدير العام صحبة السلطات الإدارية والأمنية والمحلية هذه المزرعة التي مولتها الوكالة وأمدتها بالآلات الزراعية والبذور والأسمدة في سعي من الوكالة إلى تشجيع الإنتاج النسوي ودعم الأنشطة والمشاريع المدرة للدخل. هذه السنة وكالة التضامن قررت عنها لا تدعم التعاونيات اللي مهتمة بحريث الخضروات، وذا النطاق تبنات 91 مشروع للتراب الوطني كامل من شنقيطي إلى هون بقي ومن القوارب إلى نعمة، وتم اختيار 91 تعاونية من طرف السلطات الإدارية والبلدية. والشروط اللي مطلوبة كانت هو عن التعاونيات يعودوا موجودين فعلا على الميدان ويشتغلوا، والشرط الثاني هو عن البليدة موجود فيه الماء، والشرط الثالث هو عن لا يعود المشروع بنتيجته على عدد معتبر من العائلات ومن المواطنين. هذا المشروع اللي احنا فيه الآن مستفادة منه زايد على 100 عائلة، يتعاونية فيها 210 غير استفادت، والله قررت عن العمل 180 منها تقريبا. هذا خطرت الوكالة تعدل منه تجربة وتشوف السنوات المقبلة إن شاء الله كانها توسعها. وعمدة دار العافية السيد بونا باحين قدر عناية رئيس الجمهورية بالمواطنين وثمن تدخلات الوكالة، كما ثمنت القائمات على المزرعة اهتمام رئيس الجمهورية بالمواطنين وخاصة النساء، وأشدنا بتجسيد هذا الاهتمام على أرض الواقع عن طريق تدخل الوكالة الوطنية التضامن التي تسعى دوما إلى معرفة احتياجات المواطنين والحرص على تلبيتها في أسرع وقت ممكن. المتحدث باسم سكان القرية شكر رئيس الجمهورية وأشاد بالسياسة التنموية التي تنتهجها الدولة والتي يشكل تثبيت السكان في مواطنهم الأصلية أبرز إيجابياتها الأساسية. وبدوره قدم المؤطر الزراعي بهذه المزرعة شروحا ذنية عنها مبينا أن المؤشرات الأولية تبشر بحصاد واعد بعد شهرين من الآن. هذه التعاونية اللي هي عندها 5 هكتارات من زراعة الخضر، ومولتها وكالة التضامن أدوات الزراعية والبيور والسماد ومواد الحماية. العام دور إن شاء الله ينتجوا أحسن من السنوات الماضية.
وقد حب الله مزرعة جرول لزراعة الخضروات والفواكه بمحاذاة ضفة النهر، مما ساهم في توفير رافد ري هام لهذه المزرعة. نظمت جمعية أصدقاء باركيول للتنمية الاجتماعية أمس حفلا تم خلاله توزيع كميات معتبرة من الأدوات واللوازم المدرسية على تلاميذ مدارس المقاطعة. تسعى هذه الجمعية إلى المساهمة في ترقية المنظومة التربوية في مقاطعة باركيول. اختارت جمعية أصدقاء باركيول للتنمية الاجتماعية بهذه التظاهرة التربوية التي تحمل شعار محفظة مدرسية متكاملة لكل طفل أن تواكب الحدث التربوي الوطني باعتماد سنة 2015 سنة للتعليم. التظاهرة تميزت بتوزيع كميات معتبرة من الأدوات واللوازم المدرسية على تلاميذ المدارس بمقاطعة باركيول في مسعى من الجمعية لخلق وعي مستنير بين أبناء المنطقة من أجل حياة شريفة عمادها نشر العلم والثقافة. هي جمعية تم إنشائها من طرف مجموعة من أبناء المقاطعة البررة، يحاولون من خلال هذه الجمعية أن يساهموا في الرفع من مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى بلدية باركيول ومقاطعة باركيول بشكل عام، بالتركيز على الفئات المنتجة لأنها تعتبر هي الأساس فيما يعرف بالتنمية الاقتصادية. وقد انصبت المداخلات خلال التظاهرة على الإشادة بالمشاريع التنموية التي استفادت منها منطقة مثلث الأمل بعد سنوات من التهميش. كما أكدت المداخلات على استعداد أعضاء الجمعية للعمل من أجل ترقية سكان المقاطعة ودمجهم في الحياة النشطة والمشاركة الفاعلة في العملية التنموية. إذن مشاهدينا الكرام، التذكير بالعناوين هو ما نختم به هذه النشرة. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة تفقد واطلاع لمزرعة تحسين الوراثي لسلالات الأبقار في منطقة إيديني بولاية طرابلس. خلال توقفه في واد الناقة، رئيس الجمهورية يطلع على وضعية مدرسة حي الفتح ويصدر تعليماته بالشروع الفوري في بناء مدرسة عصرية ويتعهد بحل مشاكل السكان. قطاع الزراعة يعلن عن إنشاء عدد من المشاريع الهامة في مجال التنمية الزراعية بولاية غورغول ومنطقة شمامة بشكل عام. إلى اللقاء.